خليكم تعرفوا تكتشفوا المباريات المقبلة النارية ديال دوري أبطال إفريقيا لدور ربع النهائي، وأيضا المباراة المرتقبة ديال كأس الكونفدرالية الإفريقية، وعلاش مدرب المنتخب الوطني اختار يمشي يتفرج ويتبع الوداد من المدرجات. السلام عليكم، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وعواشركم مبروكة بالصحة والسلامة إن شاء الله. جيت نتكلم لكم على المباريات ديال دور ربع النهائي من المنافسات الإفريقية للأندية، واللي غادي يكونوا في الشهر المقبل مارس، وبالضبط في 14 و 15 مباريات الذهاب، ومن بعد باسبوع غادي يكونوا مباريات الاياب. غنبدا لكم بدوري ابطال افريقيا، وفي هذا الدور ديال ربع النهائي تاهلوا جوج ديال الفرق مغربيه اللي هما الجيش الملكي وفريق نهضه بركان، وبجوج تاهلوا كثاني للمجموعات ديالهم. بالنسبه لفريق الجيش الملكي غادي يواجه مواجهه مصريه مع فريق بيراميدز المصري اللي كيضم اللاعب المغربي الشيبي، كلنا كنعرفوه كمغاربه، كنشارك مع المنتخب المغربي في كاس افريقيا الاخيره، وكيتعتبر من بين النجوم ديال فريق بيراميدز المصري. كنتمناو ما يكونوش شي اجواء مشحونه بين الجماهير بحال اللي كانت طرات في المباراه الاخيره ما بين فريق الجيش الملكي وفريق الاهلي المصري. مباراه الذهاب غادي تكون في المغرب في الرباط، وكنتمناو ان شاء الله الفوز بنتيجه كبيره ديال فريق الجيش باش يسهل عليه مباراه ديال الاياب. واللي زوين في هذه القرعه ديال دوري ابطال افريقيا هو جوج ديال الفرق المغربيه ما غاديش يتلاقاو لا في الدور ربع النهائي لا في الدور نصف النهائي، يعني الا تاهلوا بجوج غادي يتلاقاو في الفينال ان شاء الله، وغادي نضمنوا التتويج ديال الكره المغربيه في هذه المنافسات. فريق نهضه بركان غادي يواجه في مباراه هي صعيبه متصدر المجموعه ديالو فريق الهلال السوداني، وغادي خص ضروري يكون واحد الاداء قوي من طرف فريق نهضه بركان، وغادي خصهم يسترجعوا ذكريات اللعب ديال الموسم الماضي والموسم اللي قبل في المنافسات الافريقيه، حيت كنعرفوا ان الفريق ديال نهضه بركان من الاختصاصيين ديال الاتحاد الافريقي، دابا خصهم يطبقوا داك الشيء في العصبه الابطال. وان شاء الله كنتمناو الفريق بقياده المدرب الرائع التونسي الشعباني، كنتمناو ليه التوفيق في المباراه ديال الهلال السوداني. انا كنقول مزيانه القرعه بالنسبه للفريق نهضه بركان، حيتاش اللهم يطيحوا مع هذه الفرقه ديال الهلال السوداني، ولا كانوا يطيحوا مع بيراميدز المصري ولا الاهلي المصري، كان غادي يكون عندهم ماتش صعب من هذا الماتش هذا اللي غادي يكون مع الهلال السوداني. فلهذا كنتمناو التوفيق لهاد جوج فرقنا المغربيه، وان شاء الله هي راه صعيبه غادي يكون الماتش ديال الروتور غادي يكون في خارج البلاد، ولكن راه نظرا للقوانين الفرقه اللي كتأهل هي الثانيه في المجموعه ديالها كتواجه الاولى، وهي اللي كتستقبل مباراه الذهاب في بلادها. وجوج ديال المباريات الاخرى ديال نفس الدور، الاولى غادي تجمع ما بين فريقين كبيرين في الكره الافريقيه، فريق الترجي الرياضي التونسي ضد فريق الاهلي المصري، هاد الاخير اللي من الضروري خص يكونوا عليه عقوبات، ومن اللي غادي يستقبل في الميدان ديالو غادي يستقبل بدون جمهور، هذيك اقل عقوبه اللي تقدر تكون في حقه. وعاد في دور نصف النهائي الى واجه نهضه بركان غادي يكون كذلك واحد الغياب جماهيري، حيت على الاقل خص يكونوا واحد 3 ديال المباريات بالعقوبات بالنسبه لفريق الاهلي المصري، اللي كلشي شاف داك التصرفات اللي داروها الجمهور ديالهم، كانوا تيضربوا اللاعبين ديال فريق الجيش بالقارورات، واحد الكميه كبيره ديال القارورات في وسط الملعب. فلهذا ضروري خص تكون المعاقبه ديالهم، والجمهور ديالهم ما خصوش يحضر في مباراه الاياب ضد فريق الترجي، وايضا في المباراه المقبله اللي غادي تكون في نصف النهائي الى تاهلوا وكانوا متواجدين في نصف النهائي لهذا الموسم. المباراه الاخرى غادي تجمع فريق ماميلودي سان داونز، حتى هو اللي عنده خبره افريقيه كبيره، الفريق الجنوب افريقي واللي كيضم لاعبين متميزين ومتمرسين في المنافسات الافريقيه، غادي يستقبلوا فريق ستاد المالي. هذا الفريق حتى هو اللي تاهل الاول في المجموعه ديالو، غادي يستقبلوهم في مباراه الذهاب، ومن بعد باسبوع غادي تكون مباراه الاياب. يعني هادو مواجهات جد مرتقبه، خصوصا لفرقنا الوطنيه اللي كاملين خصنا نكونوا يا اما وداديين او لا رجاويين عسكريين او لا نشجعوا بركان او لا اسفي، كاملين غادي نكونوا في يد وحده مع اي فريق ممثل للكره المغربيه في هذه المنافسات الافريقيه. ما خصناش كلنا خاصنا نشجعوهم، حيت راه ضروري غادي خصنا يتواجدوا، على الاقل كنا كنبغيو يكونوا يتواجدوا 4 ديال الفرق كاملين في نصف النهائي، ولكن شاءت الاقدار والقرعه ديال كاس الكونفدراليه طيحت لنا جوج ديال الفرق مغربيه في هذا الدور ديال ربع النهائي. يعني ضروري غادي تقصاو حدا فيهم،
يا اما الوداد يا اما اولمبيك اسفي اللي جاوا بجوج بهم. مباراة الذهاب غادي تكون في ملعب اسفي، ومباراة الاياب غادي تكون في الدار البيضاء. وكنتمناو علاش لا ما يتواجدوش ثلاثة ديال الفرق، بحكم ان القرعة طيحت لنا كما قلت جوج ديال الفرق مغاربة في كأس كونفدرالية غادي يلعبوا بيناتهم. يعني الشهر المقبل غادي يكون حافل بالمباريات الساخنه اللي غادي يكونوا جد مرتقبه. وايضا بالنسبه لفريقنا الوطني المنتخب الوطني المغربي اللي كل شيء كيتسنى هذه المباريات الوديه المقبله ديال شهر مارس، وغادي نشوفوا ان شاء الله. كنتسناو واش غادي يكمل معنا وليد الركراكي اللي الاغلبيه كيقول حاليا واقتنع باللي وليد الركراكي هو المدرب المقبل، سورتو ملي كيمشي وكيحضر المباراه الاخيره ديال فريق الوداد في ملعب ديالو في المنافسات الافريقيه وتتبع بشكل كبير. وكان من بين الاسباب الاساسيه اللي خلاته يمشي هي يراقب حكيم زياش، اللاعب اللي ما عمرنا غادي نساو داكشي اللي قدم لفريقنا الوطني المغربي. والموهبه الخارقه ديال حكيم كيتعتبر من بين النجوم اللي مروا على مر التاريخ ديال الكره المغربيه. عنده واحد العسريه اللي كاملين ما نقدروش ننكروا الجماليه ديالها والامتيازات ديال اللعب ديالو، يا اما داخل الميدان وايضا خارج الميدان. انسان محبوب، انسان كيدخل واحد الجو ديال المرح بعض المرات اللي كيعاون في الزملاء ديالو كيخليهم يوجدوا بشكل مزيان. كلشي كيتعتبروا كله كيعتبروا خو الكبير ولا خو الصغير. وايضا اللعب ديالو كيحكم، حيت زياش في هذه المباراه الاخيره بحال اللي ملي جا والد الركراكي وتفرج فيه زاد بين اكثر وكثر. حسينا بحكيم زياش بدا كيرجع النيفو ديالو اللي عاودنا عليه. كان اون فورم ولعب 90 دقيقه كامله وكان وراء الهدفين اللي سجلوهم فريق الوداد. وايضا ضرب واحد وسدد واحد ضربه خطا رائعه على طريقه كريستيانو رونالدو، غير الاخر باليمنيه وهذا ضربها باليسريه، وكان تصدي ممتاز ديال الحارس التنزاني. فلهذا كنتمناو، وانا شخصيا كنتمنى التواجد ديال حكيم زياش في المباريات الوديه المقبله ديال المنتخب الوطني المغربي، حيت خاصنا لاعبين في الامثال ديالو اللي غادي يعاونوا غادي يقدموا الاضافه. ولو انه يلعب غير نص ساعه مع المنتخب غادي يكون واحد البلوس بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. وكذلك بالنسبه للضربات الحره، كنعرفوا بان حكيم كيجيد التنفيذ ديالو من بين الاسلحه ديال المنتخب الوطني المغربي في تواجد لاعبين كيسدوا بالراس وكيماركيو بيوتا بالراس وبليكوت سيزو بحال الكعبي، وبحال اللاعبين اللي كيضربوا بحال نايف اكراد، ويعني لاعبين وادم ماسينا، لاعبين اللي كيخصهم سونطراج. كنا شفنا في كاس افريقيا واخا كيمشي سونطري الزلزولي ولا حكيمي ولا ابراهيم دياز ما كينفذوش داك الضربات الحره بواحد الشكل اللي متعودين. بحال حكيم من نهار بدا في اجاكس هو كيلعب لي كوفرون، كيلعب الضربات الحره كامله، لي بينالتي، كيلعب لي كورنير كاملين. وملي جا المنتخب هو اللي كان كيلعبهم دائما. اللي خلى المدرب وليد الركراكي من بين الاشياء هو راه عزيز عليه فريق الوداد الرياضي البيضاوي كان كيدربو وتوج معاه، ولكن من بين الاسباب اللي خلاه يمشي ويتبع بشكل كبير حكيم زياش، حيت الا بقى وليد الركراكي في قياده المنتخب الوطني المغربي غادي يكون ضروري كيفكر ومخلي حكيم زياش، حيت عارف بشكل كبير الدور ديالو، عارف القدرات ديالو. وشاف المنتخب ملي كان معاه الزياش وملي ما بقاش معاه الزياش في ظل الاصابات المتكرره اللي بعض المرات كيجي وكيتصاب اناحي. يعني في ذاك البوست كان حتى حكيم زياش كان يعاون بشكل كبير، كيضرب كيسدد من خارج المرمى، عنده تسديدات قويه. وحنايا بعض المرات ما كنلقاوش هذاك اللاعب اللي كيسدد في المباريات ديال كاس افريقيا. شفنا غير العناوي هو اللي كيسدد بشكل مزيان وما كانش شي ماركي، ولكن زياش عنده ديك النجاعه في التسجيل وعنده ديك النجاعه في التسديد. الا ضرب كيقدر يماركي بواحد 80% ولا 90% كيلصقها في الشبكه. وحنايا كاملين كنتمناو غير الخير للمنتخب ديالنا الوطني والتوفيق ايضا للانديه ديالنا في المنافسات الافريقيه. واللي كنعاود نقول كنتمناو التواجد ديال ثلاثه الفرق بحكم القرعه اللي طيحت جوج ديال الفرق في الكونفدراليه. بغينا ثلاثه ديال الفرق ان شاء الله يكونوا متواجدين في نصف النهائي. خصنا ضروري فريق الجيش ينتقم من فريق البيراميدز اللي كنربحوا، وخص اللاعبين يكونوا مشحونين حيت راه شفنا كيفاش تعاملوا معنا الاهلي المصري في الملعب ديالهم. فلهذا خاصنا نجيو لهنا للرباط ويكون واحد الفوز، ماشي نمشيو بالتعادل في الماتش ديال الاياب، خاصنا نربحوا في الرباط. وكذلك فريق نهضة بركان خاص اللاعبين يكونوا تاهما رجال باش ندوزوا ان شاء الله وندوزوا في الدومي فينال ويكونوا متواجدين عندنا جوج ديال الفرق في دوري ابطال افريقيا. وهذا الشيء اللي كنتمناو كاملين. وفي الاخير كنتمنى لكاع المغاربه
خوتي عواشر مباركه بالصحه وبالسلامه ان شاء الله، ويدخل عليكم هذا رمضان اللي مريض يا ربي تشافيه في هذا النهار هذا اللي كيسبق بيومين الدخول ديال شهر رمضان الفضيل. وكنتمنى كل شيء يبقى على خير وبخير. وخليوا لي التعاليق ديالكم في هذا الموضوع، وقولوا لي واش نتوما بصح باغيين حكيم زياش يرجع للفريق الوطني المغربي، ولا شنو الراي ديالكم؟ شكون هما اللاعبين اللي كتمناوهم يجيو؟ سورتو دابا كنهضروا على اللاعبين ديال البطوله الوطنيه المغربيه. انا كيبان لي بلي حكيم زياش اللاعب الاساسي والاول كما قلت لكم. خليوا لي في التعاليق وراه غادي نجاوبكم عليهم، ضروري كنشوف كاع التعاليق ديالكم. وكان اللي ما دايرش ليا ابوني ما فيها باس يورك عليها باش ديما يوصلكم الجديد ديالي في كرة القدم. تبقاو على خير والى اللقاء.